ليه لعيبه التنس بيفضلوا يصرخوا في الملعب؟ لو انت غاوي تتفرج على تنس وخصوصا مباريات الستات وكده، تلاقيهم بيصرخوا جامد جدا وهم بيضربوا كره التنس، لدرجه ان في لعيبه معينه لازم وحتما وانت بتتفرج عليهم توطي التلفزيون شويه. لو انت ما تعرفش فخليني اقول لك ان اتحاد التنس النسائي العالمي عايزين يمنعوا الموضوع ده، وفعلا في 2012 حطوا خطه، لكن قالوا بصراحه مش هينفع نمنعه دلوقتي لان كل اللعيبه واخده على الموضوع ده. وكان في اقتراح ان هم يحطوا جهاز يقيس مستوى ارتفاع الصوت، والسنه اللي فاتت قالوا اي حد هيعلي صوته هتتخصم منه نقط، لكن مسموح بشرط ان الصرخه تكون مع ضربه الكره بالظبط وتكون مجرد صرخه لحظيه. في دراسات كتيره جدا بتتعمل على الموضوع ده، واخر دراسه قالت ان الصرخه بتدي ثقه جدا للاعبين، وبتساعد كمان ان ضرب الكره يكون بشكل اقوى، لان طبعا بيكون في حماس ازيد. وعملوا تجربه ما بين فريقين، فريق اعتمد على ضرب الكره بالصرخه وكانت ضربتهم بالكره بتروح ابعد واسرع عن الفريق التاني اللي كان صامت جدا. بس كده، فانت بتتفرج اصلا على تنس ولا لا؟ او ايه رايك في الموضوع الصرخه ده؟ والسلام عليكم.